السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان على الأبواب، عايزين نستعد لرمضان يا جماعة. نفعل كام حاجة كده علشان نستقبل رمضان، صحتنا تكون أحسن ودقتنا موجودة وسكرنا ما يعلاش، ونبقى عارفين نظبط أكلنا وننزل كمان في الوزن ونحقق أهداف كتير جدا، ونقدر فعلا نفعل ده في رمضان. ولكن ما قبل من رمضان عايزين نبدأ نظبط شوية حاجات عشان ادخل رمضان انا مستعد، ما عنديش مشكلة ما عافرش في رمضان. فلو انت عندك بقى مخاوف قصة ان انا سكري بيعلى، انا طاقتي بتكون قليلة، مش عارفة اظبط اكلي ازاي بحيث ان انا جعان عطشان، كل الحاجات دي هنبدأ ان احنا نجاوب عليها في الفيديو بتاع النهاردة عشان تبقى انت فاهم. ولكن عايزه اطلب منكم طلب يا جماعه، خلوا رمضان السنه دي رمضان غير، خلوه مختلف، خلوا السنه دي العقل بتاعكم يفكر بشكل مختلف. ربنا كرمك عن باقي كل المخلوقات بالعقل، صح كده؟ فانا النهارده مش هخاطبك يعني حد اللي هو انا بكلمه في اكل وشرب زي كل الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا في رمضان وناكل ايه ونشرب ايه والكلام ده هيبقى جزء من جانب الفيديو، بمعنى ان انا ببدا اتعامل معاك بمايند سيت مختلفه، ان انت انسان، انت انسان عباره عن روح وعقل وجسد، صح كده؟ وبناء على كده انت عندك احتياجات كتير، من ضمن الاحتياجات الاكل والشرب اللي احنا اوريدي هنتكلم فيها. ولكن غير منظورك بقى لنفسك، ان انا مش هحط اهداف ناحيه الجانب الصحي فقط لا غير، ولكن هحط اهداف تانية. طيب خلونا نتكلم على اول حاجه اللي هو الجانب الصحي. دي اهداف لازم انت تحدد انت محتاج ايه في رمضان، ايه الاحتياجات بتاعتك، ايه مشاكلك، علشان بناء عليها تبدا تحط خطه. انت عايز ايه في رمضان، انت محتاج ايه. ولو هنفترض ان انت حد مريض سكر وخايف مثلا في رمضان سكري بيبقى عالي، او مش عارف اكل ايه في الفطار، وبعد مثلا ما بحلل السكر بلاقي مش عارفه السكر بتاعي ايه عالي، او انا حد مثلا عنده مقاومه انسولين، فانا سمعت بقى ان رمضان ده بيقول لك شهر ان انت ايه ممكن تتخلص من مقاومه انسولين عشان بنصوم ساعات طويله قوي، فانا عايزه اخد فرصه ان انا اتخلص من مقاومه انسولين. ايا كان هدفك، ابدا هات ورقه وقلم، شوف انت ايه المشاكل بتاعتك، وابدا حط اهدافك. تمام تمام. ابدأ اسأل نفسك سؤال مهم جدا، هو قد ايه الهدف ده مهم بالنسبة لك؟ يعني انت عايز تتخلص من مقاومة الانسولين، ايه اللي هيحصل لك؟ يعني انت هيعود عليك ايه الكلام ده؟ طب ليه يا دكتور؟ بما ان انا بقى هيلث كوتش يا جماعة، فانا بشتغل معاكم بمنظور مختلف. انت لما تبدأ تسأل نفسك سؤال زي ده، ايه اللي بيحصل جوه عقلك؟ انت ساعتها بتخلي الحافز جواك اقوى، والدافع اقوى، ان انا عايز اعمل ده في رمضان. فانت عندك قوة داخلية هتساعدك ان انت توصل للهدف ده. لكن لو الهدف ده مش مهم بالنسبة لك، فهتحس ان طاقتك وان انت عايز تكمل نص كم، عارفين اللي هو كده، اللي هو يعني تمام، لا مش تمام. فإجابة السؤال ده بتبقى مهم جدا، وبتبقى بمثابة الشرارة أو الشعلة كده اللي بتديك طاقة إن أنت توصل للهدف ده، لو هو مهم بالنسبة لك، مش الدافع جاي من بره. حلو تمام، حطينا الأهداف بتاعتنا، حلو قوي. قبل رمضان 10 أيام ابدأ اجهز للهدف ده، بمعنى أنا حد مثلا بياكل 3 4 وجبات في اليوم أو 5 وجبات في اليوم، أنت في رمضان ماكسيموم هيبقوا وجبتين، اللي هو الفطار والسحور ويبقى سناك في النص. فأنت فترات صيام طويلة أنت مش متعود عليها، عود جسمك بقى، خلي جسمك خلال 10 ايام دول ما يخشش كده اللي هو بيعافر في رمضان. يا جماعه امتى المغرب يبدا بقى، انا مش قادر انا واقع. لا، ابدا جهز نفسك. لو انت اوريدي بتاخد عدد وجبات كتير قللها، ابدا قصر المده اللي انت بتاكل فيها. ابدا ان انا مثلا، او في ناس طبعا كتير مننا بتصوم دلوقتي فبدات تهيئ نفسها، بحيث ان انت يجي عليك رمضان انا بدات ان انا اعود نفسي ان انا باكل عدد وجبات قليل، فهتلاقي الهرمونات عندك بدات تظبط. تمام طيب، دي نقطه. النقطه الثانيه، الكافيين، دي مشكله معظم الناس، انا طاقتي بتكون قليله، تركيزي بيبقى قليل، بصي انا ببقى خلاص هموت بفطر على كوبايه قهوه. طبعا مش صح الكلام ده. احنا ممكن نعمل ايه؟ انا واحده من الناس مثلا ببدا يومي في رمضان بدري قوي، فانا قهوتي مثلا باخدها بعد السحور عادي جدا، وطول اليوم الحمد لله طالما انا اخدتها، لان هي انا باخد واحده في اليوم ما بمنعهاش في رمضان. في ناس تقول لك لا امنع قهوه، والقهوه دي ادمان، ودي حاجه مش عارف ايه. يا جماعه مفيش حاجه اسمها ادمان، ده رقم واحد، الكلام ده مش صحيح مش مظبوط. هم لو هم فاهمين الفرق ما بين ادمان واعتماديه هيفهموا ان ده اعتماديه، جسمك بقى بيعتمد على نسبه معينه من الكافيين اللي انت بتاخدها من بره، زي اعتماديه على السكر، اعتماديه على المعجنات، ايا كان اعتماديه الجسم على الحاجات اللي بتدخل من بره زي النيكوتين مثلا. فانت معتمد على الحاجات دي. طيب انت بتعمل ايه؟ الفريكونسي بتاعك لو هو عالي ابدا قلل بعدد مرات، انا باخد 3 قهوه، باخد 5 شاي، باخد 6 مش عارف ايه، ايا كان، ابدا انزل بالفريكونسي بتاعك عشان تيجي توصل في رمضان ما تحسش ان انت خلاص مخك مش قادر. انا حرفيا يا جماعه بقول لكم ايه، مش قادر اعمل ايه، لا، انا اوريدي بشتغل ان انا اقلل الفريكونسي بتاعي. دي نقطه. النقطه الثانيه، عايزين نعزز الحته اللي اسمها البرايمري فود. يعني ايه البرايمري فود؟
في حاجه اسمها سكندري فود، اكل تاني واكل اولاني. البرايمري ده اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لينا احنا كبني ادمين، ده الغذاء الطبيعي ليا انا كبني ادم. لما الغذاء ده بيقل الاولي ده، انا بروح للاكل اللي هو السكندري، اللي هو الاكل التاني اللي هو بيبقى على الطبق. يعني السكندري ده اللي هو بيبقى موجود على الطبق. فانت لما بتروح تاكل في رمضان الاكل الطبق اللي موجود على الطبق بتاعك، انا عايزه اقلل الكميه. فانا عشان اقلل الكميه اللي موجوده على الطبق، انا محتاجه ازود حاجه تانية اللي هي اسمها ايه، اللي هي البرايمري، اللي هو الاكل الاول اللي ربنا اصلا خلقه لينا، اللي هو بقى عباره عن ايه يا ست الدكتوره انجزي. البرايمري ده يا جماعه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هو غذاء الروح، هو كرمنا بيه احنا كبني ادمين. يعني ايه غذاء الروح؟ يعني دي بقى النيه اللي احنا عايزين نفعلها. النيه الثانيه، رمضان لما ربنا نزله وانزل فيه القران، ومن افضل الاشهر عند ربنا سبحانه وتعالى، مش عشان احنا نفكر بس انا هاكل ايه واشرب ايه واظبط سكري ازاي ومش عارفه انام ازاي وقهوتي لا، لا، لا يا جماعه. عايزين نعيد التفكير، عايزين زي ما انا ههتم واحط اهداف من الجانب الصحي، افعل البرايمري فود. واللي هيقول لي دلوقتي يا دكتوره انت مش ما بتتكلمي في الدين ليه، اقول له يا فندم يا فندم ده علم، انا درست علم نفس ايجابي، ودرست برمجه لغويه عصبيه، ودرست هيلث كوتشنج، فلحد ما عندي شويه علم ربنا من عليا بالعلم ده، فانا بحاول انقله لك علشان يفرق في حياتك، منظورك يختلف، لان قناعاتك هي اساس كل حاجه. فلما انت تغير طريقه تفكيرك معايا هتفرق كتير جدا وانت داخل على رمضان. فزي ما انت ال10 ايام دول هتبدا تهيئ نفسك وتحط اهداف ناحيه الجانب الصحي انت عايز تحققها، وتكون اهداف واقعيه وتقدر تعملها، هتبدا تحط على الجانب التاني اهداف ليها علاقه بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. ما تقوليش ما انا بصلي، ما تقوليش ما انا بصلي صلاه التراويح، ما تقوليش ما انا بقرا قران وبختم القران. اقول لك لا، في حاجات كتيرة جدا احنا غايبين عنها، في حاجات كتيرة جدا احنا عايزين نفعلها، في حاجات كتيرة جدا محتاجين نفهمها اكتر ونقرب اكتر ويبقى في خشوع اكتر، وفي حاجات كتيرة انا مش هتطرق ليها. ولكن انت عارف انت محتاج ايه، او انت عارف انت عايز تعزز العلاقة دي ازاي، او عايز تخرج بايه. عايز مثلا تحفظ قرآن، احنا مثلا بدأنا سورة آل عمران الحمد لله، عايز تنضم لينا، عندك جروب حفظ القرآن وبنحفظ بشكل ميسر وبشكل بسيط، علشان خاطر لما بنفهم معاني القرآن بتسهل لينا الحفظ. ولو انت عندك قناعة ان انا صعب ان انا احفظ، اقول لك دي من ضمن القناعات اللي هي مش صح، هي عبارة عن وجهة نظر، تمام؟ وانا كحد دارس وفاهم بساعدك في الحتة دي. دي نقطة تانية، حد يقول لك لا انا عايز افهم تفسير المعاني اكتر، لا انا عايز اصلي بخشوع، او حد يعني ممكن ما يكونش بيواظب على الصلاة، يبقى هدف بالنسبة له هو عايز يصلي الصلاة في وقتها، او عايز ان هو يهتم بالسنن، ايا كان اهداف، عايز يختم القرآن بس عايز يفهم المعاني الاول، ايا كان. المهم حط اهداف ان انت تعزز العلاقه دي. ليه بقى؟ والله يا جماعه ده شايفين اللي ورايا ده اسمه الايسبرج موديل، المثلث اللي ورايا ده لما انتوا تشوفوه هتلاقوا القاعده اللي تحت حاجه اسمها سبريت ولا هيلث، العلاقه الروحانيه بيننا وبين ربنا. لما بتعززوا العلاقه دي الهرم كله بيظبط. مش انت بتدور على صحه، الهرم كله بيقوم، هرم الصحه كله بيقوم، صحه معنويه، صحه جسديه، صحه عقليه، صحه كله. فالاساس ده، فانا لما اعزز البرايمري فود اللي هي العلاقه اللي هي الغذاء الروح، هتبص تلاقي الاكل اللي على الطبق بيقل. شفت العلاقه؟ يعني شفت انا جايبه لكم اللينك ازاي؟ يعني احنا عايزين نحط اهداف ناحيه الجانب الصحي واهداف ناحيه الجانب الروحاني، ولكن الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين ما ينفعش حضرتك تفرقهم عن بعض، ما ينفعش تفصلهم اصلا، مش بمزاجك ولا بمزاجي. هو ربنا سبحانه وتعالى اصلا قبل ما العلماء يكتشفوا الكلام ده، سبحان الله هو ده موجود عندنا في ديننا، بس العلماء جايين يجيبوا حاجات واحنا اصلا مغيبين والله، تمام؟ مش عمالين بقى نتكلم في حاجات، افهموا معايا عشان تتعلموا. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، خلاص يا دكتور هنفعل النوايا قبل رمضان وكذا ناحيه الجانب الصحي وناحيه الجانب الروحاني، خش بقى في رمضان دخلنا في 10 دقايق دلوقتي ولسه ما فهمناش هنعمل ايه. بص يا سيدي الناس، وبص يا ست الكل، مبدئيا ست الكل، انت عندك كتاب رحله اتزان للحياه بلا سكر، عايزه ايه تاني؟ هتفتحي كميه وصفات غير طبيعيه. يعني انت لو كل هناكل ايه يا اولاد النهارده، عم نعمل ايه، نسوي ايه، انت عندك وصفات صحيه مخصصه لمرضى السكر ومقاومه الانسولين عشان تساعدكم، وعصاير وحلويات ومخبوزات وعيش وكل حاجه. فده حاجه بتساعدك ان انت تطلعي افكار صحيه. مش بس كده، انت كمان بتعرفي تحسبي الحصص بتاعتك انت، او بتاعت يعني ايا كان فرد البيت هيقدر يحسب الحصص بتاعته هو واحتياجاته هو. دي مهمه جدا، اللي هو مش بناكل اي حاجه وخلاص. وكواليتي الاكل برضو بتتعلميها من خلال الكتاب. طب احنا معناش الكتاب يا دكتور، خلي بالكم الكتاب دلوقتي بيوصل بره مصر عادي جدا، يعني اي مكان في بره مصر بنقدر ان احنا نشحنه ونوصله بره مصر. ما وصلناش الكتاب، مش معانا الكتاب، نعمل ايه حضرتك؟
مبدئيا كده كده مع اول حاجه وجبه السحور دي من اهم الحاجات اللي لازم اهتم بيها خلال اليوم. وجبه السحور لازم تفعل فيها البروتين، ولازم تفعل فيها الالياف، مهم جدا، والنشويات. يا دكتوره انا مريض سكر اكل نشويات؟ انت بتهزري؟ اقول لك ما انت لو قريت الكتاب هتفهم ان مشكلتك مش في مشكله النشويات، اقسم بالله مشكلتك في كميه النشويات ونوع النشويات وبتاكل قد ايه نشويات. لكن لو انت عارف احتياجك وعارف ازاي تختارها وتعمل ايه، خلاص الموضوع خلصان يا جماعه. احنا الفكره ان احنا مش فاهمين حاجه، فاحنا ماشيين مع الكلام الناس اللي بيقولوه على السوشيال ميديا وخلاص. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه الالياف بقى عشان بتدي احساس بالشبع كويس جدا، بلس ان انا بقى موجود الخس وموجود الخيار. الميه مش هقعد اشرب ميه ساعه السحور عشان تاني يوم مش عارف مفيش الكلام ده. الميه توزعها من اول المغرب لحد السحور، لان كميه الميه اللي انت هتشربها ساعه السحور دي مش هتعمل اي حاجه يعني. ده بالعكس هتخليك طبعا تدخل تويلت كتير، مش هتتخزن في جسمك يعني. محتاج ان انت تاخد كافيين، خد معاك كوكونات اويل. زبده جوز الهند يا جماعه بتدي تركيز غير طبيعي، انا عن نفسي بعمل ده، تركيز غير طبيعي، فبتبقى حلوه جدا. طيب احنا اتسحرنا واخدنا الميكس اللي حضرتك قلتيه دوت، وبدانا ان احنا نهتم. زبادي والرايب خلوه بعد الوجبه، لازم زبادي ورايب، بيساعد كتير جدا زبادي ورايب. تمام. طيب جينا الفطار. حلو الفطار، انا عندي قانون كده في الفطار، لما هاكل مش هاكل واملاها وادبها اللي هو قاعد بقى مقتل يا جماعه في ايه انا مش قادر، لا مش صح. هناكل ولما نقوم نبقى في نفس كده، اقدر ان انا اشم نفسي، اخد نفسي، اشرب كوبايه ميه، الدنيا تبقى لطيفه معايا، ما اكلش جامد جدا. تمام، حتى ممكن بعد ساعتين ارجع اكل تاني، او اكل وجبه خفيفه واقوم مثلا اصلي وبعد كده اقوم اكل وجبه تانية، او افصل مثلا بروتين لوحده والنشويات مثلا لوحدها مثلا، بحيث ان انا ما اكلش وجبه تقيله. تمام. لازم اشرب كوبايتين ميه الاول. عايز تدخل تمره او 3 تمرات ما عنديش مشكله خالص، بس التمر اللي هو ما بيرفعش سكر الدم اللي احنا اتكلمنا قبل كده عليه في حلقه رمضان اللي فاتت. تمام. عايز تدخله في مشروبات هتلاقي المشروبات موجوده معاك كتير، وانا اوريدي كده كده هنزل معاكم وصفات، فانا ما عنديش مشكله. القصه هنا ان انا ما اخدش العصير اللي هي بترفع سكر الدم، ما اروحش الحاجات اللي هي غير صحيه من بره او المعلبات او القصص دي كلها، واروح اصلي وبعد كده ابدا اخد طبق السلطه بتاعي ده اساسي مع خل تفاح، اساسي مع خل التفاح. بدانا ناخد زي ما انا قلت، يا اما نقسم الوجبه على مرتين، يا اما لما اكل الطبق اللي هو السكندري اللي احنا بنتكلم فيه بقى، لو انا يعني معزز اثناء رمضان وفي روحانيات عندي وفي طقوس معينه والحته دي مظبوطه عندي ومتسحر كويس وطاقتي تمام، هتبص تلاقي نفسك انت مش واقع قوي في الفطار، فبالتالي هتقلل الاكل اللي انت بتاكله على الطبق. وهناكل طبعا بروتين، وبعد كده لو في مصدر النشويات هيكون موجود معانا مع الالياف اللي احنا بدانا بيها اكلنا اصلا. طيب بعد ما اكلنا ما نملاش بطننا يا جماعه، مش صح خالص. بعديها ب3 ساعات لو انا عايزه اخد سناك، اي سناك انت عايزه بقى، فاكهه ايا كان، بس طبعا لما نروح ناحيه الفواكه، الفواكه اللي ما بترفعش سكر الدم موجود دلوقتي طبعا. سواء بقى الفراوله موجوده، الفراوله من الحاجات الحلوه جدا، البرتقال، اليوسفي، ايفن حتى لو انت عايز تاخد موزه، قلنا موزه كرانشي بمقام حصتين بس تبقى كرانشي اللي هي ما ترفعليش سكر الدم. فالقصة هنا قصة سهلة وبسيطة، بس المهم ان انت لما تيجي تحط اهدافك حطها بشكل واقعي، وابدا امشي خطوات بسيطه، وما تدخليش عاده جديده في رمضان. لا انا اوريدي بقلل من حاجات انا بعملها، او بزود حاجات بسيطه علشان خاطر اخرج من رمضان. انا مثلا يعني طلعت بحاجات ممكن تفيدني انا من ناحيه الجانب الصحي، وفي نفس الوقت اعرف انفذها وعقلك يساعدك على ده، لان لو انت حطيت اهداف صعبه عقلك مش هيساعدك على تنفيذها. وصلت؟ يا رب يكون فيديو مهم ويفيدكم وتستفيدوا بيه وتنفذوه على ارض الواقع، وتجيبوا ورقه وقلم دلوقتي وتبداوا تحطوا اهداف ناحيه علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، وناحيه الجانب الصحي. واسالوا نفسكم سؤال مهم جدا هيفرق كتير جدا وانتوا بتحطوا الاهداف ده: لو ربنا عايزني اعمل ايه في رمضان؟ يعني اسالوا ربنا، ربنا عايزني اعمل ايه في رمضان؟ ربنا عايزني اعمل ايه في صحتي؟ ربنا عايزني اعمل ايه في كذا؟ وانت بتحط الهدف، لو سألت السؤال بمركزية ان ربنا سبحانه وتعالى عايزني اعمل ايه في الحاجة دي، هتفرق كتير جدا وانت بتحط الاهداف دي، لان ساعتها انت بتفعل نية بتخليك اصلا بتاخد ثواب في الحاجة اللي انت بتعملها. وصلت؟ كل سنة وانتم طيبين يا عيلة، رمضان خلوه شهر التغيير. وان شاء الله جروب طريق الصحة زي ما انا قلت لكم بنقدم عليه المحاضرات فور فري، بحيث ان احنا نمشي مع بعض الطريق لوحد يعني سوا كده، طريق طويل، بس مش بنهتم بس بالصحة الجسدية، انا بهتم بيك كإنسان. تمام، اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين.